صلي على النبي، صلي على النبي، صلي كده. أول حاجة دول 5 فدان على برين أعماق قريبين على القرية، عقد نهائي، السعر في آخر العرض. فلو سمحت بعد إذنك كمل العرض عشان لو كان مناسب مع حضرتك تشرفني وتنورني وتشوف بعينك. تمام، نمشي عشان نشوف الحلويات. برسيم حجازي مزروع فيهم بصل، مزروع فيهم قمح. 5 فدان تبارك الله بسم الله ما شاء الله، وصفتهم قليلي. فين يا حاج؟ اقول لك انا فين يابا. دول الارض الفرافره، محافظه الوادي الجديد، مركز الفرافره، محافظه الوادي الجديد. انا كل شغلي من الفرافره، محافظه الوادي الجديد. تمام. والتليفون انا عامله قالوا انا جاي لك، انا هيكون في انتظارك. اما اوصف لك العرض في التليفون تتصل بي لا. انت مهتم وبلقمة العيش وعاوز تستفيد، كمل الفيديو، كمل العرض وانت هتستفيد، والسعر في اخر العرض. تمام. العقد نهائي، 5 فدان مشكلين، مزروعين برسيم حجازي، ومزروعين بصل، ومزروعين قمح، وحاجة تبارك الله، وعلى برين أعماق، وقريبين على القرية، وعقدهم نهائي. وشايف حلاوة البرسيم وشايف الدنيا، وعادي طريقها، وفي آخرهم طريق، وخط المواسير بتاعهم لوحده أهو. تمام، أهو خط المواسير لوحده. خط المواسير هنشوفه دلوقتي، هنلف عنده هنشوف البصل والقمح. وادي الطريق بتاعهم، الطريق الرئيسي، وفي طريق رئيسي هناك كده، وفي طريق هناك كده اهوت في اخر الارض، وفي طريق مدقر بالرجل عند المواسير بتاعت الارض. ده خط الري. خط الري بتاعها 12 بوصه، توزعها على نظام دروبات، غرف مبنيه مباني. ده البصل، ده بصل راس تقاوي. ايوه بصل تقاوي. تمام، بصل تقاوي. بسم الله ما شاء الله. الله حاجه حلوه، حاجه ربنا يبارك. 10 على 10. الارض طينيه. تمام، وحاجه وصفتها تبارك الله قليل. فانا عاوزك تستفيد، يعني برسم حجازك وبصل وقمح. تمام، فانا عاوزك تاجي كده وتشوف بعينك. تمام، عشان ان شاء الله تستفيد وتدل على الخير تفعله. يعني ان شاركت لي منشور يبقى بارك الله فيك، تفيد الاخرين. عملت اعجاب تسلم لي. الارض ده عقد نهائي يا عم عصام صح؟ اكيد، امال ايه؟ عقد نهائي، ما عليهاش اي حاجه للدوله؟ لا. بتصرف كيماوي من الجمعيه عادي؟ تمام. ماشي. جنب القريه، بينها وبين القريه حوالي كيلو تقريبا. ايوه ماشي، مش بعيد عن القريه، يعني لو ساكن يعني احنا دقيقتين بالظبط كنا هنا. ايوه، شوف يا باشا، برسيم وبصل وقمح. وادي القمح اهوت بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. تمام، كلها جبتها لك الارض. وادي القمح بصلها برسيمها بدنيتها بكل حاجه. ادي طريق، ارض طينيه، طريق، وده خط المواسير خاص بها. ارض طينيه. ايوه، بص يا سيدي، ادي طينه الارض بسم الله ما شاء الله. ارض طينيه زي ارض وادي النيل. ايوه، حاجه يا غالي وصفتها. تعال نروح عند خط المواسير كده لحد اخر الارض. اخر الارض الجسر هناك ده اخرها غله او قمح يعني. تعال نلف كده ونطلع على خط المواسير. ليه؟ عشان نوري الناس الميه بتاعتها، مكان الميه او مكان نظام الري. خط المواسير جنب ده هو يا استاذ احمد. تمام. اهو نظام الري هنا يا عصام نظام مواسير صح؟ نظام ابار. ايوه طبعا الابار متقسمه، البيرين متقسمين على 200 فدان. ايوه بالظبط. ماشي، بيرين اعماق. بير و200 فدان. ايوه. فطبعا ممكن الميه دلوقتي تلاقيها عند جار من الجيران، فطبعا احنا مش هنقعد نلف اراضي الناس عشان نجيب الميه. تمام. برضه عشان الناس اللي بتقول ايه الميه. تمام. فالميه مش عند صاحب الارض كل يوم. صح كده. انت ليك مناوبه كل اسبوع. ايوه. للارض كل دي. اسبوع كل اسبوع بتاخد عدد ساعات معين ليك من البيرين مع بعض. شايف القمح عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. ارض عفيف، ارض تستاهل، ارض مكلفها صاحبها. اخذت الميه اهو يا سيدي. ده خط الميه. ادي خط الميه. ادي خط الميه، اطلع انا من فوق كده. معمول له مجرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. خط المية. ده خط الميه جاي من الرئيس بتاع البير. كل نص آه. فدان له بص يا مجرى سيدي. يفتح من عليها. دي مواسير 12 بوصه، وكل توزيع عليها الايه الخط بتاعها موزعه اهوت كده يلا جاي من الاول خلاص. كده لحد اخر الارض، لحد البرسيم اللي هناك ده اللي احنا جينا منه، البرسيم الحجازي. طيب السعر كام يا عم عصام؟ السعر 310. 310,000 للفدان. للفدان 310. في تفاوض ولا مفيش؟ ان شاء الله سهل. تمام. سهل. لما تمام. تيجي وتشوف وتتفرج بعينك وتشوف الارض تستاهل المبلغ ده ولا لا، صاحبها تتفاوض الارض معاه. دي تابعه للفرافره، أيوة. محافظه الفرافره، مركز الفرافره، محافظه الوادي الجديد. بالظبط كده. ما تنساش بقى لايك كومنت وشير كده عشان غيرك يستفيد. ايوه، والدال على الخير كفاعله. ماشي. واشوفكم دايما على خير ان شاء الله. السلام عليكم.